السلام عليكم فاميلا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وبصحه جيده ان شاء الله. اليوم ان شاء الله الفيديو ديال اليوم غيكون عباره عن غاليط اللي كيجيو غزالين زوينين لقوتي الاطفال ومنسمين صراحه، رائعين بزاف وخفاف وكيذوبوا في الفم وكيخرجوا كميه كثيره وغير بجوج بيضات. بقاو معايا ان شاء الله باش نشوفوا المقادير والطريقه. بسم الله على بركه الله. عندنا جوج بيضات وعندنا بياض بيضه الصفر ديالها خلينا باش ندهنوا بها الحلوه ملي طيب. عندنا هنا واحد الساشي ديال الفاني وقبصه ديال الملحه، واحد الكاس ديال العنبه ديال السنيده، نخلطوا مزيان. جوج معالق كبار ديال العسل. الضوف ديال العسل كيخلي الحلوه ديالنا كتجي معلكه وزوينه. كنضيفوا كاس ديال العنبه وربع ديال الزيت المائده، وكنخلطوا مزيان 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 حتى ما يبقاش لينا داك الزيت يندمج لينا مع الخليط. وكل ما حركته مزيان النتيجه كتكون احسن. غنضيفوا الدقيق الممتاز. هنا عندي تقريبا 600 غرام ديال الدقيق. وهنا كيكون الدقيق على حسب الخليط، لان الدقيق على حسب البيض اذا كان كبير او متوسط، يعني من 550 غرام حتى ل 600 غرام. كنبداو نضيفوا الدقيق غير بشويه بشويه حتى نشوفوا العجينه ديالنا تجمعات وما تكونش قاصحه بزاف وما تكونش رطبه بزاف. كنضيفوا جوج خمارات حمرين، كنخلطوا مزيان. بالنسبه لي الدقيق بركه، يعني تجمعت لي العجينه والعجينه ما قاصحه مرطبه. تقريبا ناخذ ليا 550 غرام ديال الدقيق. كما قلت لكم نتوما عينكم ميزانكم على حسب نوعيه البيض اللي درتو، واش درتوه كبير او صغير. كناخذوا الطاوه كنديروا كويرات اللي كيكونوا صغار شويه وكنحاولوا نوركوا عليهم على هذا الشكل، لان درنا فيها جوج خمارات حمرين وهما راه كيتنفخوا كيتزادوا حتى في الحجم. شكل كنوركوا عليهم مزيان. كنبقاو على هذه الطريقه حتى كنكملوا الكويرات ديالنا. هنا خرجوا لي جوج طاوات. بالنسبه لصفار البيض اللي احتفظنا به غنضيف ليه واحد معلقه صغيره ديال الكاكاو وواحد قريصه ديال الملح ونقيطه ديال الخل باش تحيد لنا ديك السفوريه ديال البيض. وكندهنوا الحلوه ديالنا. ممكن اللي ما عادش عليه الكاكاو لهذا اللون الغامق ممكن يدير غير صفار البيض مع واحد معلقه صغيره ديال قهوه سريعه الذوبان وقريصه ديال الملح وبعض القطرات ديال الخل.
انا كناخذوا الفرشيطه وكنحاولوا نديروا هاد الخطوط. ممكن ديروا اي ديكور بغيتو. كندخلوا الطاوه ديالنا الفران على درجه حراره 180، كنحطوها في لتحت حتى كطيب، عاد كنطلعوها على الفوق حتى كتحمر. وهذه هي الحلوه ديالنا من بعد ما خرجناها من الفران. كتجي رائعه، كتجي خفيفه بزاف ومعلقه وبكميه اللي هي كثيره. كنتمنى ان شاء الله تجربوها، راه كتجي غزاله وسهله سريعه في التحضير. وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. لا تنسوا أحبائي الاشتراك في قناتكم قناة لمسة مريم وتفعيل زر الجرس باش توصلوا بجديد الوصفات. كذلك لا تنسوا الضغط على اللايك ووضع تعليق في آخر الفيديو ومشاركة المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي.